السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. والنهارده حلقه المراجعه النهائيه ليله الامتحان. بكره ان شاء الله ماتش انتر ميامي والنادي الاهلي في افتتاحيه كاس العالم للانديه، وحلقه النهارده بعنوان ازاي توقف ميسي. انت مستني ايه يا صاحبي؟ ميسي ايه اللي يوقف؟ انت لو داخل عشان مستنيني اقول لك ازاي اوقف ميسي، جوارديولا ما يعرفش يوقف ميسي، انشيلوتي ما عرفش يوقف ميسي، سيموني ما عرفش يوقف ميسي، الدنيا كلها ما عرفتش توقف ميسي يا صاحبي. اكيد يعني مش ريبيرو اللي هيعرف يوقف ميسي ولا لعيبه الاهلي. والزملكاوي اللي داخل عشان يشوفني هقول ايه في ازاي توقف ميسي عشان ياخدها يتريق عليها، اطلع بره يلا. نبدا مع بعض ان شاء الله. هنتكلم النهارده ازاي تقلل بقدر الامكان من خطوره ميسي. ميسي كده كده يا صاحبي مش هيوقف، ميسي كده كده هيعدي. لكن احنا النهارده هنحكي في ازاي انت تقلل بعد ما ميسي ما يوقفش ويعدي او يلعب الكرات اللي هيلعبها، ازاي انا احد من الخطوره ديت. ميسي واحد من اللعيبه اللي بتجمع بين حاجتين مهمين جدا، او حاجتين يعني صعب جدا انت تلاقي لعيب في العالم بيجمعهم مع بعض: التنظيم الشديد والعشوائيه الشديده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ميسي لعيب مهندس جدا، هو بيبقى طالع بالهجمه، هو عارف هيباصي فين او هيخلق الخطوره منين او مين هيتحرك له فيحط له الكوره فين. طيب العشوائيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان ميسي تقريبا اللعيب الوحيد في التاريخ يمكن اللي بيلعب على رد فعل الخصم. يعني ايه؟ يعني انت ميسي بتدخل عليه، هو مش بيلعب على رد فعلك، يعني مش بيشوفك انت رايح يمين وانت اشول فيلعب على رجلك الثابته ويعدي، او ان هو حاطط في دماغه فكره معينه. اي حاجه لحد مهاري بيسمعني او فاهم كوره هيفهم ان انت اي لعيب كوره بيبقى داخل عايز يعمل حركه مهاريه ما، بيبقى مخططها. انا هخش هعمل رجوله، هخش هلم بتفاحه، هخش هلم على الثابته، هخش هلم باي شكل من اشكال الدريبلينج، هخش هحاول افتح رجل اللعيب واديله مثلا كوبري او ايا كان من الطرق. ميسي ما بيعملش كده. ميسي بيخش يشوف انت هتعمل ايه وبيلعب على رد فعلك في جزء من الثانيه. انت اتحركت يمين هيروح شمال، اتحركت شمال هيروح يمين، فتحت رجلك هيديك كوبري، نطيت هيعديها من تحت. ميسي ما بيلعبش على فكره في دماغه، ميسي بيلعب على رد فعلك، وده اسوأ انواع الكوابيس لاي مدافع او اي حد بيلعب قصاد ميسي. ميسي دايما اذكى واسبق بخطوه من اللعيب اللي قدامه. يعني لو انت هتتذاكى على ميسي وهتقف مش هتدخل عليه، وده اللي بيحصل من اغلب لعيبه العالم. هو ما عندوش مشكله خالص، هياخدك هيتحرك معاك لقدام، هيحاول ياخدك ناحيه اليمين، فانت تحاول تتذاكى على ميسي وتقول والله هو ياخدني ناحيه اليمين فياخدني على الثابته ويروح شمال. هو هيبقى فاهم ان انت بتفكر في كده فهيكمل يمين وانت تبقى مرمي هناك بدون سبب ويبقى شكلك عبيط جدا. فميسي ما حدش يقدر يوقفه. فاحنا ازاي نتعامل للحد من خطورة ميسي؟ رقم واحد اسلوب الضغط، وهنتكلم في الجزء الثاني من الحلقه اللي هي ان شاء الله هتكون صغيره جدا على ايه افضل طريقه لعب ممكن الاهلي يلعب بيها. لكن في الجزئيه ازاي نحد من خطوره ميسي لازم تلعب على حاجتين. اول حاجه ازاي ما وصلش الكره لميسي، وديت هلعب بطريقه من طرق الضغط اسمها اوفرلود تو ايزوليت. يعني ايه اوفرلود تو ايزوليت؟ يعني انا بتبدا من وسام ابو العلي لحد مدافع، يعني بتبدا ال 11 ال 10 لعيبه بيضغطوا ازاي؟ وسام ابو علي بيروح يوجه المدافع، ميسي مثلا ماسك الناحيه اليمين، فوسام ابو علي شايف ان لو هو اللي هيلعب يعني مهاجم، وانا ارجح ان هو يلعب ان شاء الله، هو شايف ميسي مايل ناحيه اليمين، تمام؟ فيبدا يروح يعزل اللعيب المدافع اللي هيطلع بالكوره بحيث ان هو ما يوجهش الكوره ان هي تروح ناحيه اليمين او للعيب التاني، هو يوجهه ان هو يلعب ناحيه الشمال، تمام؟ فيبدا برضو اللعيبه اللي ورا وسام ابو علي خط النص يبدا ان هو يضغط ويعزل اللعيبه اللي ناحيه الشمال علشان ما يعرفوش يعملوا الكوره عكسيه للناحيه اليمين، فيبداوا يعزلوهم يقفلوا عليهم، يديله اتجاه واحد بس يلعب فيه. فانا بعزل النص التاني من الملعب. معنى كلمه ايزوليت ان انا بعزل، فدي معنى اسلوب الضغط اوفرلود تو ايزوليت. ده افضل طريقه ان انا اضغط بيها، ان انا احاول ما اوصلش الكوره لميسي. طيب الكرة وصلت لميسي، طبعا مش بقول ان احنا مش هندخل عليه ومش هنحاول ندافع قدامه بواحد واثنين، هنحاول نعمل كده، لكن لازم
نراقب المهاجمين والوينجات بتوع انتر ميامي اللي ميسي هيلعب لهم الكوره، لازم نكون ضاغطين عليهم كويس جدا، مع ان حد زي حمدي فتحي يكون هو المتولي رقابه ميسي، بحيث ان احنا نقلل شويه من الخطوره المحتمله ليه. ميسي برضو مش من يعني ميسي كبر، فهو ما بقاش عنده القدره ان هو يجري مثلا يلم نص ملعب كامل فيلم 6 7 لعيبه زي ما كان بيعمل زمان، لا هو اخره هيلم 2 3 لعيبه وهيلمهم، لكن ما يقدرش يقطع كل المشوار ده. فانا لو عزلت اللعيبه اللي ميسي هيلعب لها، انا كده حددت الى حد ما من الخطوره المحتمله من ميسي. طيب قبل ما نخش على الجزء الثاني من الحلقه والطريقه اللي انا شايفها افضل ان الاهلي يلعب بيها، استاذنك تعمل سبسكرايب للقناه، تعمل اشتراك، تعمل لايك على الفيديو عشان ينتشر، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدا. انا شايف ان الاهلي افضل طريقه يلعب بيها هي 3-5-1-1. ليه؟ لان دفاع الاهلي في الفتره دي هو في اضعف حالاته، احنا من اسوأ الفترات في تاريخ الاهلي في التمركزات الدفاعيه او كواليتي المدافعين اللي موجودين في الاهلي، سواء كواليتي المدافع كده نفسه او حالته حاليا عامله ازاي. فانا شايف من وجهه نظري انا يعني طبعا اتمنى ان شوبير اللي يبدا، لكن ما اعتقدش ان شوبير هيلعب، اعتقد محمد الشناوي اللي هيكون موجود، ومحتاجين 3 في خط الدفاع. حمدي فتحي يكون بيلعب بدور الليبرو، اشرف داري واحمد بيكهام. حمدي فتحي واحمد بيكهام قادرين ان هم يأدوا الدور البيلدينج، ان هو يعمل بيلد اب للهجمه، قادرين ان هم يطلعوا كرات صحيحه من رجلهم، قادرين ان هم يفتكوا او يفكوا الضغط اللي موجود عليهم ويطلعوا في الكوره. اشرف داري انت محتاج لعيب عنيف وقوي، يقدر ان هو وطويل ان هو يشيل الكرات العاليه. فما فيش مشكله اشرف داري او ياسر ابراهيم، بس انا ارجح اشرف داري، لان اشرف داري برده كورته اعلى سيكا من ياسر ابراهيم. طيب حمدي فتحي هنا هيكون دوره ايه؟ دوره في حاله الدفاع بيلعب ليبرو، في حاله الهجوم حمدي فتحي يكمل لنص الملعب، والاثنين اللي قدامه هيكونوا بن رمضان وامام عاشور. انت خلاص امنت دفاعيا، فعندك فرصه ان انت تحط 2 عندهم قدرات هجوميه في خط النص، فبن رمضان واحد بيطلع بالكره كويس جدا، وامام عاشور واحد هيكمل هجوميا بشكل ممتاز. طيب لما امام عاشور في حاله الهجوم هيتقدم، من الاثنين بتوع خط النص هيطلع مكانه حمدي فتحي، والاثنين السنتر باكات هيضموا على بعضهم، وعندك زيزو وتريزيجيه هيكونوا متقدمين في هاف رايت وهاف ليفت. انا ارجح ان زيزو يلعب هاف رايت وتريزيجيه يلعب هاف ليفت، يبقى قدامهم بن شرقي شادو سترايكر وسام ابو علي سترايكر. بن شرقي هيقدر ينزل يتحرك في دريفتات ان هو يروح مكان تريزيجيه وتريزيجيه يدخل مكانه، او العكس الناحيه الثانيه زيزو يضم نص الملعب ويطلع مكانه بن شرقي، او العكس، الى جانب ان بن شرقي هيطلع كمهاجم ثاني في حاله الزياده العدديه الهجوميه. في حاله الدفاع حمدي فتحي بيرجع من نص الملعب بيلعب ليبرو، موجود اشرف داري واحمد بيكهام، والاثنين اللي عندهم فتنس عالي زيزو وتريزيجيه يرجعوا كباكات، بدل ما هو هاف رايت وهاف ليفت يرجعوا كباكات، يبقى انا عندي 5 في خط الدفاع، وبن رمضان موجود وامام موجود بيرجع يدافع معايا، فيكون عندك نسبه من الصلابه الهجوميه، كمان بيديك اريحيه ان انت تنزل لعيبه في الخط الامامي عندها قدرات هجوميه. طيب لو انا مش هلعب ب 3-5-1-1 الطريقه اللي انا اتمناها، لكن ما اعتقدش ان هي تكون موجوده، الطريقه الثانيه اللي انا شايف ان هي انسب للاهلي في الفتره دي، ان هو يلعب 4-2-3-1. هلعب بالشناوي قصاده ياسر ابراهيم او اشرف داري مع احمد بيكهام. احمد بيكهام لازم يكون موجود يا جماعه عشان يقدر ان هو يتخلص من الضغط وان هو يطلع بالهجمه. محمد هاني ناحيه اليمين مفيش غيره. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان العش ما يلعبش، العش من اسوأ اللعيبه في الاهلي في الفترات اللي فاتت، انا مش عارف ايه فكره ان العش بينزل حقيقه يعني. اخطائه في الباصات والميس باص انا اتكلمت عليه من اول ماتشات الدوري، بتكلم ان العش عنده اخطاء قاتله في الباص بتاعه. اتمنى ان يلعب يحيى عطيه الله، ايا كان حالته الفنيه هيكون افضل من العش ومن كوكا، يا اما يلعب كريم الدبيس، لكن اتمنى يحيى عطيه الله يكون موجود. بعد كده في خط النص يلعب حمدي فتحي ويثبت دفاع ما يهاجمش الا في حاله الهجوم الشديده وانت ما عليكش ضغط، وجنبيه محمد علي بن رمضان. وفي وقت من المباراه لو انت قدرت ان انت تسجل هدف في الشوط الثاني وتكون متقدم ممكن تنزل ديانج. طيب قدامهم امام عاشور، وينجات زيزو وتريزيجيه، قدامهم وسام ابو علي. دي افضل طريقه انا شايفها ممكن الاهلي
يلعب بيها بكره، لان في ديت برضه احنا هنتكلم ان حمدي فتحي في حاله الدفاع هيرجع هيكون ثالث مع مدافعين اشرف داري وياسر ابراهيم او احمد بيكهام. محمد هاني ويحيى عطيه الله كده كده اتنين باكات موجودين. بعد كده ديانج او محمد علي بن رمضان هيكون فيه برضه مسانده دفاعيه، وزيزو وتريزيجيه كده كده عندهم النفس ان هم يرجعوا تاني، وامام عاشور هتكون مأمن بشكل كبير في الخطه ديت وبالاسماء دي، هم اللي عندهم القدره ان هم يقوموا بمهام هجوميه ومهام دفاعيه. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان بكره الاهلي يكون موفق واحنا قادرين على الفوز. اي نعم احنا ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان احنا نتهاون او نفتكر ان فرقه ضعيفه جدا ضعيفه جدا دفاعيا، لكن هجوميا جباره جباره. انت عندك واحد مهاجم مخضرم مش قادر يمشي، لكن هو في نص لحظه ممكن يخطف جون اللي هو سواريز. عندك ميسي قادر ان هو يعمل اي حاجه في خط الدفاع اللي احنا بنشوفه بيتضرب من لعيبه اقل من ميسي 50 مره، فميسي بباص واحد ممكن يضرب كل خط الدفاع بتاعك. عندك واحد زي بوسكيتس، اي نعم بوسكيتس دفاعيا مش زي زمان، لكن بوسكيتس عنده باصات بتعمل بنتريشن قوي جدا، وبوسكيتس قوي جدا في الفترات ديت ان هو خبره عاليه جدا، باصاته مهمه وقويه جدا ومؤثره، فلازم ان احنا نركز في الكلام ده. اتمنى التوفيق ان شاء الله، وبكره نحتفل مع بعضنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى تعملوا سبسكرايب، تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.